السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي أحلى متابعين في الدنيا. فيديو النهاردة هنعمل فيه تدوير لبواقي الكيك اللي بتفضل عندنا وما بنعرفش نعمل بيها حاجة. هنعمل بيها أكواب الجاتو التحفة دي. حبايب قلبي، أنا حاولت النهاردة وعلى قد ما أقدر أستخدم المتاح عندي في البيت. لقيت عندي بواقي من كيكة البرتقال وبواقي من كيكة الشوكولاتة، هنستخدمهم مع بعض. كمان لقيت عندي كريم شانتيه دريم بطعم الفراولة. إذا ما كانش متاح وهنستخدم أي نوع كريم شانتيه تاني مفيش فيها أي مشكلة. للأكياس دي بنستخدم نص كوباية من الحليب المثلج أو الماء المثلج زي ما انتم شايفين كده معايا حبايب قلبي. وكمان لقيت عندي أكياس جيلي، فهستخدم كيس من أكياس الجيلي على نص كوباية. حطيت له نص كوباية من الماء المثلج و3 معالق من سيرم كان موجود عندي شربات الحلويات. عملت بيه صوص الفراولة ده وبجد طلع تحفة، طعم وقوام وريحة بجد حكاية. هي دي المكونات اللي هنشتغل بيها مع بعض. وزي ما قلت لكم حبايب قلبي، انا حاولت ان انا مش هجيب اي حاجه من بره، زي ما قلت لكم هستخدم كل المتاح عندي. هنبدا بقى مع بعض كده ونجيب البوله دي وننزل بالكيكه بتاعتنا، نكسرها كده او نفرفتها زي ما انتوا حابين. وصفه سهله وبسيطه، ومقارنه بالاكواب دي لما بنجيبها من بره بجد هنعمل عدد كبير من الاكواب، وبجد اقتصاديه جدا. ده غير انها ان شاء الله تعجب الولاد زي ما انتوا شايفين كده. انا لقيت عندي بقى الاكواب دي كنت جايباها في الشهر الفضيل، في شهر رمضان الفضيل. الاكواب دي عجبتني جدا بصراحة. اولا رخيصة، وتاني حاجة ليها غطا كده بتقدري تقفليها، فيعني ما بتطلعش روايح. وكمان لما نقدمها للولاد هيحبوها جدا، لانها هتحسسهم بانها كأن زي الاكواب اللي ممكن يجيبوها من بره او ياكلوها بره. هنزل بالكيكة بتاعتي طبقات زي ما هتشوفوا معايا. وعايزة اقول لكم انا يعني بحاول اديكم شوية افكار، لكن انتوا ممكن تغيروا طبعا. نزلت زي ما انتوا شايفين بالصوص بتاعي على الكيك. اذا كان متاح عندكم فواكه ممكن تنزلوا بالفواكه ما بين الطبقات بتاعة الكيك، برضو هتديها طعم حلو. وبعد كده بنزل بالكريم شانتيه بتاعي بمنتهى البساطة كده. وهكمل ان شاء الله على خير بقية الكوب بنفس الطريقة زي ما هتشوفوا معايا كده حبايب قلبي. بجد قد ايه شكل الكوب الجاتو حلو قوي قوي قوي. وبعد كده بقى هنزين الوش بتاعه بالكريم شانتيه. زي ما قلت لكم اذا كان متاح عندنا فاكهة ممكن ننزل بالفاكهة على وش الكوب بتاعنا. اذا ما كانش متاح كفاية قوي الكريم شانتيه. واذا كنا حابين نغير فننزل مثلا بالصوص بتاعه خطوط كده على وش الكيكة بتاعتنا، مفيش فيها اي مشكلة. دي بقى ترجع لذوقكم انتم حسب ما انتوا حابين. وكده الكوب بتاعي بقى جاهز، بجد شكله حكاية. بجد الشكل حلو قوي، والمكونات بتاعته زي ما قلت لكم كمان كلها من البيت. يلا بينا بقى نعمل مع بعض كيكة الشوكولاتة. زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي، انا لقيت عندي برضو كام قطعة من كيك الشوكولاتة كنت شايلاهم في علبة في التلاجة، طلعتهم. بالنسبة للكريم شانتيه انا استخدمت كريم شانتيه برضو، لقيت اكياس دريم كانت فانيليا. نزلت عليها بمعلقة من الكاكاو الخام، الكاكاو المر. وكمان نزلت عليها بمبشور الشوكولاتة، شوكولاتة المطبخ. انا بجيب شوكولاتة المطبخ بصراحة وبضربها في الكبة بستخدمها. اذا ما كانش متاح عندنا كبة مفيش مشكلة، زي ما انتوا شايفين معايا كده ممكن تستخدمي المبشرة. يعني الموضوع كده سهل وبسيط. بالنسبة للصوص بتاع الشوكولاتة انا عملته معاكم قبل كده في القناة، وعايزة اقول لكم اني عاملة صوص خفيف. وده احنا بنتحكم في موضوع ان الصوص يبقى خفيف او تقيل بالزيت اللي بنستخدمه. بس انا بنصحكم دايما تستخدموا زيت نباتي علشان ما يغيرش طعم الصوص بتاعنا، لان الزيت العادي بيغير طعم الصوص الشوكولاتة. كمان اضفت شوية كده من حوالي معلقة صغيرة من الشوكولاتة المبشورة، وبصراحة دي علت الصوص جدا، يعني ده طعم الشوكولاتة قوي يعني.
وكمان بقى لقيت عندي بار كده من شوكولاتة هستخدمها في التزيين. إذا ما كانش متاح عادي جدا ممكن نستخدم صوص الشوكولاتة اللي احنا عملناه للتزيين، ونفس الطريقة اللي احنا استخدمناها من شوية في كيكة البرتقال هنعمل كيكة الشوكولاتة. تقدروا زي ما قلت لكم تضيفوا أي إضافات، احنا في موسم البرتقال فممكن نستخدم عصير البرتقال كمان، ممكن نزين بالبرتقال، يعني ممكن في حاجات كتيرة جدا. هنزل بقى بالكيك بتاعي برضو طبقات، ممكن تضيفي عليها شوكولاتة مبشورة، ممكن لو عندك قطع شوكولاتة موجودة حاجة الولاد بيحبوها زي الأوريو والحاجات دي ممكن تنزليها، مفيش فيها أي مشكلة. وهنزل بالصوص بتاعي على الكيكة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، وهنزل بعد كده بطبقة تانية من الكيك. وصفة سهلة وبسيطة مفيش أسهل من كده. وبعد كده حبايب قلبي هنزل بالكريم شانتيه بتاعي. حبايب قلبي بتمنى بجد تدعموني، أنا دايما بستنى دعمكم، أنا فعلا محتاجة لدعمكم جدا الفترة دي زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. وبننزل بالكريم شانتيه بتاعنا وكده بنغلف الكيكة بتاعتنا زي ما قلت لكم، وهننزل بقطعة الشوكولاتة. طرق التزيين كتيرة جدا ممكن تبتكروا فيها زي ما انتوا حابين، وبنقفلها بالغطا، وده لطيف جدا زي ما قلت لكم مش بيطلع روايح ولا اي حاجة، وبجد شكلها حلو قوي زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي معايا. بجد وصفة سهلة وبسيطة، بتمنى يا رب تنول رضاكم وتنول إعجابكم. زي ما قلت لكم بستنى دعمكم دايما، يا ريت ما تبخلوش عليا إذا الفيديو عجبكم بلايكاتكم الحلوة، بشير، باشتراك في القناة، واستنوني دايما في المطبخ مع سنة.